الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على هديه واقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وأن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الإخوة المؤمنون، في ظل ما نعايشه من أحداث، وفي ظل ما يمر بنا من مصاعب ومصائب، تبرز في الواجهة في هذه الأيام الأخيرة قضية في غاية القسوة وفي غاية الخطورة، قضية ربما يكون قد جناها علينا بعض من فينا. تلكم هي قضية أولئك المواطنين من قطاع غزة الذين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فلم يجدوا متنفسا إلا أن يخرجوا من بلادهم مهاجرين هائمين على وجوههم، لا يلوون على شيء ولا يدرون إلى أين يتجهون. تتقاذفهم أيدي المجرمين من تجار الموت وتجار الحروب، الذين يهيئون لهم أسباب الخروج من بلدهم، ثم لا يجدون بعد أن يخرجوا إلا الموت، لا يجدون إلا موتا في بحار متلاطمة الأمواج. ما الذي أخرج هؤلاء من بلادهم؟ لا ينبغي ونحن ننظر إلى هذه المأساة أن ننظر فقط إلى ظاهر الحدث. خرجوا وهاجروا، غرقوا أو لم يغرقوا، فقدوا أو لم يفقدوا. ليست هذه هي القضية المركزية أيها الإخوة. لا يجوز أن نحول الأنظار، أو يعمد البعض إلى أن يحول الأنظار إلى مسألة ثانوية في هذه القضية. السؤال المركزي الذي يطرح نفسه ها هنا، ونحن نطرحه من فوق منبر الحق، من موقع التبليغ عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي ينبغي أن يوضع اليوم على طاولة الجميع: ما الذي دفع هؤلاء الناس أن يخرجوا بهذه الأعداد الكبيرة، أسر كاملة، شباب، رجال، نساء، أطفال؟ ما الذي دفع هؤلاء إلى أن يتركوا بلدا عاشوا عشقا لها؟ من منا يكره بلده؟ من منا يريد أو يقبل أو يتحمل أن يبتعد عن وطنه؟ الوطن جزء من الذات، الوطن جزء من الحياة. رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما أخرج من مكة مرغما لم يخرج طواعية، لم يخرج لأنه يحب أن يخرج من وطنه، وإنما خرج من أجل دينه بعد أن ضاقت عليه مكة وأهلها. وقف عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم على مشارف مكة ينظر إليها ويقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، ووالله إنك لأحب بلاد الله إلي، لأنها وطنه، ولأنها مسقط رأسه، ولأنها شهدت أولى خطوات حياته، عاش فيها 53 عاما أيها الإخوة. لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وحين وصل إلى المدينة المنورة ووصل معه عدد من المسلمين المهاجرين من أهل مكة، تقول عائشة رضي الله عنها في وصف مشاعر المهاجرين المكيين حين وصلوا المدينة، قالت: فقبضت منا القلوب. مكة، تركنا الوطن، تركنا البيت، تركنا البلد، تركنا الناس. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الحزن في وجوه أصحابه، فإذا جلسوا جعلوا يتذكرون مكة وينشدون الأشعار في حب مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. يريد أن يستقر، يريد أن يستكين، يريد أن يسكن فؤاده وفؤاد وأفئدة أصحابه الذين تركوا وطنهم. هل يمكن أن نتخيل فلسطينيا يعشق أن يترك بلده؟ من منا يمكن أن يترك بيته إلا مرغما؟ ما الذي جعل أولئك الشباب يفكرون في الهجرة من فلسطين؟ تأملوا أيها الإخوة، منذ عام 67، منذ الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة عام 67 إلى ما قبل 7 سنوات أو 8 سنوات، لم يكن يفكر. وكانت الظروف المعيشية في قطاع غزة، لمن عاش في قطاع غزة يعرف هذا جيدا، كانت الظروف المعيشية تحت الصفر. أكثر أهل قطاع غزة من اللاجئين كانوا يعيشون في ظروف غاية في القسوة وفي الصعوبة، ولكن لم يفكر أحد منهم في الهجرة، اللهم إلا قليلا. لكن الغالبية الساحقة من المواطنين، من الفلسطينيين، تشبثوا بالأرض، تشبثوا حتى بالمخيمات، وهي مخيمات لجوء. وربما لا فرق عند بعض اللاجئين بين أن يكون لاجئا هنا أو هناك، ولكن اللاجئ الفلسطيني يقبل أن يعيش في العراء في فلسطين، لا على أن يعيش في قصور فارهة خارج فلسطين. ما الذي قلب الصورة؟ لماذا تغير المزاج عند أولئك الشباب وعند أولئك الناس اليوم
أقول لكم أيها الإخوة ببساطة: لأن ظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. لأن ظلم ذوي القربى وأبناء الجلدة وأبناء الوطن أشد من ظلم الأعداء، حتى لو كان ظلم الأعداء أقسى، وحتى لو كان إجرام العدو أشد، ولكن الشعور بالظلم، الشعور بالقهر، الشعور بانعدام الأمل هو الذي جعل شبابنا وأهلنا وأبناء شعبنا في قطاع غزة يفكرون في الهجرة. آخر استطلاعات الرأي أيها الإخوة، وربما قرأه البعض على وسائل الإعلام، يظهر أن 63% من أهل قطاع غزة يفكرون بالهجرة، يفكرون بالخروج. هذه مأساة، هذه مصيبة. من الذي يتحمل مسؤولية هذا؟ من الذي يتحمل مسؤولية دفع هؤلاء الشباب إلى أن يتركوا فلسطين، أن يخرجوا إلى أوروبا وإلى غير أوروبا؟ ربما يخرجون ليمكثوا في معسكرات اللجوء أو في معسكرات إيواء. لماذا يخرجون من وطنهم؟ من الذي دفعهم إلى هذا؟ أية ظروف قاسية هي التي جعلت هؤلاء الشباب يفكرون بهذا التفكير السلبي؟ أتذكر وأنا أشاهد ونحن نعايش هذه المأساة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. حديث صحيح رواته السيدة عائشة رضي الله عنها، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. الذي شق على أولئك الناس في غزة، الذي تسبب في معاناتهم طوال كل السنوات الماضية، أكثر فأكثر. طبعا الاحتلال يشق علينا جميعا، الاحتلال سبب في مصائبنا جميعا في الداخل وفي الخارج، في الضفة وفي غزة وفي الشتات، ولكن في غزة بالذات منذ الانقلاب الأسود إلى اليوم أغلقت السبل، سدت الآفاق، مات الأمل عند كثير من الناس. المطلوب اليوم لا أن نبكي فقط على أطلال، ولا أن نبكي على مفقودين، ولا أن نبكي على شهداء. المطلوب اليوم أن نعيد زراعة الأمل، وأن نعيد اكتشاف والبحث والتفتيش عن أولئك المجرمين الذين تسببوا وسهلوا خروج شبابنا وأبناء شعبنا إلى الهجرة. المعلومات تؤكد أيها الإخوة أن معظم هؤلاء الشباب يخرجون عبر الأنفاق. أسأل سؤالا بسيطا: من الذي يسيطر على الأنفاق؟ من الذي يدير العمل في الأنفاق؟ من الذي يسهل لهم الحصول على تأشيرات مزورة وأختام مزورة لدخول مصر عبر الأنفاق؟ من الذي يوصلهم إلى دمياط في قلب مصر، في قلب الساحل المصري؟ من الذي يوصلهم إلى هناك؟ عصابات، تنظيمات، جماعات، حركات؟ ليس المهم هذا. المهم أن كل هؤلاء الذين يسهلون ويشجعون هجرة شبابنا هم مجرمون. الأدهى والأمر أن أحدهم كتب على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدهم هذا ينتمي إلى فصيل معين، بصراحة ينتمي إلى حماس ويتحدث باسم حماس في قطاع غزة. كتب على صفحته في التواصل الاجتماعي يقول: لماذا نحزن
على هؤلاء الذين يهاجرون. لماذا نتألم؟ هؤلاء كلهم إما تجار مخدرات أو عملاء أو هاربين من السجون، ولذلك نحن نفرح لأن غزة ستتطهر من هؤلاء المئات الذين يخرجون. هذا الرعديد الخاسئ يقول عنهم إنهم تجار مخدرات وقذارة، يريد أن يطهر غزة منها. أقول إن غزة يجب أن تتطهر من أمثال هذا الرعديد، من أمثاله وأمثال من يقفون معه. غزة النظيفة الطاهرة الصامدة العظيمة الباسلة يجب أن تتطهر من أمثال هؤلاء الجواسيس العملاء الذين يسهلون إفراغ الوطن من أهله. لصالح من يفرغ الوطن من أهله؟ ثم نجد من يصف شبابنا وبناتنا وقومنا وشعبنا بهذه الأوصاف الدنيئة التافهة التي لا تليق إلا بأصحابها ولا تليق إلا بمن يتكلم بها. يجب أن يكون اليوم هناك وقفة. هؤلاء الذين يخرجون يبتلعهم البحر يفقدون، ليسوا مجرد أرقام، ليسوا مجرد أرقام. هؤلاء بشر، لهم حكايات بشر، لهم أحباب، لهم آباء وأمهات وعائلات. يجب أن يقف الجميع اليوم عند مسؤولياته، ويجب أن نمنع هذه المأساة بكل ما أوتينا من قوة. غزة اليوم بحاجة إلى أن تعود إلى حضن دافئ، وهذا الحضن الدافئ هو هذا الشعب بقيادته الشرعية، ببيته المعنوي منظمة التحرير الفلسطينية. يجب أن تعود غزة إلى الشرعية. هذا الواقع الذي تعيشه غزة اليوم هو واقع شاذ يجب أن يتغير. وأقول لكم بكل صراحة بكل وضوح إن إنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة هو واجب شرعي في أعناقنا جميعا، واجب شرعي وواجب وطني في أعناقنا جميعا. يجب أن ينتهي هذا، يجب أن تطوى هذه الصفحة السوداء بأي ثمن بأي شكل، ويجب أن ننقذ قطاع غزة من هذا المصير الأسود ما بين مطارق الاحتلال وسندان من يسرقونه ويختطفونه من أهله. يجب أن ينتهي هذا الأمر، نقولها بكل صراحة. تقاسم الأدوار وأنصاف الحلول وأنصاف المواقف ما عادت تجدي شيئا. إما أن يكون هناك وضوح وموقف ثابت وموقف واضح يعيد غزة إلى شرعيتها، إلى حضنها، إلى بيتها، إلى منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، أو تستمر هذه المأساة. علينا أن نختار بين الخير والشر، علينا أن نختار بين الحسن والقبيح، علينا أن نختار بين أن نثبت أبناء شعبنا على أرضهم أو أن نتركهم نهبا لعصابات تتلاعب بهم وتفرغ وطننا من أبنائه. نسأل الله العلي القدير أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين سيد الأولين وسيد الآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، الوحدة الوطنية فريضة شرعية وضرورة سياسية. فريضة شرعية لأن الله تبارك وتعالى أمر بها،
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وهي ضرورة سياسية، لأنه بدون هذه الوحدة لا تستطيع سفينة الوطن أن تقلع. لا يمكن لنا أن نتقدم تقدما حقيقيا باتجاه الاستقلال، باتجاه الحرية وباتجاه الدولة، إلا إذا حافظنا وحفظنا وحدتنا الوطنية. اليوم نحن على مفترق طرق، وكما قلت آنفا أنصاف الحلول وأنصاف المواقف لا فائدة منها. نريد وحدة وطنية قائمة على وحدانية التمثيل السياسي الخاص فقط بمنظمة التحرير الفلسطيني، وحدانية القانون الفلسطيني، وحدانية السلاح الشرعي الفلسطيني في كل أراضي دولة فلسطين، وحدانية السلطة والحكومة، وحدانية أجهزة الأمن. لا يمكن أن يتخيل عاقل أن بلدا أو دولة أو حكومة يمكن أن تقبل أن تكون حكومة بلا حكم، وأن تكون حكومة لا تحكم، وأن تكون حكومة بينما غيرها يشكل ميليشيات مسلحة وهو يتحكم في الشارع، والحكومة فقط مطلوب منها أن تدفع أموالا وتدفع رواتب. البعض يتخيل أن المصالحة تعني بقاء كل شيء على ما هو عليه، وفقط الحكومة حكومة الوفاق عبارة عن صراف آلي لدفع الرواتب. هذا جنون، هذا غباء. لا يوجد حلول بهذا الشكل. إما أن تكون هناك سلطة واحدة، قانون واحد، أمن واحد، سلاح واحد، قرار سياسي واحد، قرار واحد للسلم والحرب، أو لا يكون. لا نريد أن نضحك على شعبنا أو أن نخدع شعبنا. الوحدة الوطنية تعني وحدة في كل شيء، وحدة الموقف السياسي وليس فقط وحدة الشعور، ووحدة العواطف الوطنية، ووحدة الاسم ووحدة العلم. لا، نريد وحدة في كل شيء، في الموقف السياسي، في قرار السلم والحرب، في الأمن، في القانون، في السلطة، في السلاح، في كل شيء. هذا هو ما يجب أن نقوم به الآن. وكما قلت لا أنصاف حلول ولا أنصاف مواقف. أيضا مع الاحتلال لم يعد هناك، والآن اليوم ربما الآن يغادر الرئيس إلى أوروبا ومن ثم إلى الأمم المتحدة ليقول هذه الرسالة: إما دولة فلسطينية، وإما لا استقرار ولا سلام، إما حل كامل وإما لا حل، إما دولة سيدة كريمة كاملة السيادة على أرضنا الفلسطينية المحتلة، أو أن يستمر الصراع ونحن سنغير المسار. إما دولة بالاتفاق أو دولة بغير اتفاق، دولة بالقانون الدولي، بالأمم المتحدة، بالمنظمات الدولية. ولم يعد لدينا مزيد من الوقت لننفقه على مفاوضات عبثية تافهة. لم يعد لنا مزيد من الوقت أيضا لننفقه على حوارات داخلية لا تسمن ولا تغني من جوع. اليوم يوم الحسم، يوم القرار الحاسم. نريد دولة لكل الشعب الفلسطيني، بما في ذلك قطاع غزة والقدس، أو يتغير كل شيء وتتغير معادلة المواقف. شعبنا اليوم يتطلع إلى قياداته، إلى القيادة السياسية وإلى قيادات الفصائل والحركات، أن يكونوا على قدر المسؤولية وعلى مستوى المسؤولية، وأن لا يضيعوا مزيدا من الجهود. وكفى
كفى ما عانى شعبنا من ويلات الانقسام ومن ويلات الاحتلال. آن الأوان للقرار الذي يطوي هذه الصفحة السوداء مرة واحدة وإلى الأبد. نسأل الله العلي القدير أن يوفق شعبنا وأن يوفق قيادتنا إلى ما يحب ويرضى، إنه على ما يشاء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات إلهنا رب العالمين. اللهم يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا، ويا ستار العيوب استر عيوبنا، ويا مفرج الكروب فرج كروبنا. يا رب قد عم البلاء فنجنا، وقد عجز الطبيب فداونا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مسجونا إلا أحسنت خلاصا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بيده إلى الحق والخير والعدل والإنصاف والتمكين والنصر يا رب العالمين. اللهم ارزقه بطانة صالحة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتعينه على نوائب الحق، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.